سقوط شخص داخل بئر يستنفر السلطات مراكش. شهدت منطقة النخيل بمراكش استنفارا أمنيا بعدما سقط شخص خمسيني في داخل بئر داخل فيلا. حسب مصادر مطلعة أنه بعد الجهود الكبيرة المبذولة من طرف السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية لمعرفة مصير الخمسيني، وبعد إفراغ مياه البئر تم العثور على جثث الهالك داخل البئر، وقد تم نقلها على متن سيارة نقل الأموات وتوجيهها إلى مستودع الأموات لمعرفة ملابسات وظروف الوفاة. وقد حل بعين المكان رئيس المنطقة الأمنية الثانية ونائب رئيس هيئة الحضرية والوقاية المدنية.